الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معي أستاذ محمد الدعيجي. بذاته. معك تهاني من البنك العربي، وقت اتصالي مناسب؟ جدا يا اخت هاني. شكرا لك أستاذ محمد. هلا تفضلي. أستاذ حضرتك عميل معنا في البنك العربي؟ ما انا بعميل، انا عبد موحد لله، عمري ما كنت عميل لحد. أستاذ عفوا، أقصد أنك تتعامل مع البنك العربي. ايه، لان الدنيا صارت كلها عملاء والعياذ بالله، وانا لا اقبل ان اكون عميلا، بل عبدا موحدا لله. صحيح اخت أستاذ. هاني، تفضل أستاذ محمد. تسمحين لي يعني بمساحه ضيقه اتحدث بها معك، طالما انه يعني انت ما شاء الله عليك ازلت الحواجز اللي بيني وبينك وبشكل سريع جدا. اخت هاني، انت فتاه مسلمه، يعني اختي في الله، صح ولا لا؟ صحيح أستاذ محمد. انا لو لي زوجه او عندي اختي معي ولا لا، ما اقبل انها تتصل على رجل وتتكلم معه. اي والله، لذلك انا ما اقبل انه انت تكلميني، والله يا اخت هاني. يعني يا زين المراه، يعني عذوبتها وروعتها لما تلتزم بكتاب الله وتلزم بيت اهلها وتسمع وتطيع لزوجها وتحسن تربيه ابنائها، وكل ما تعرف نفسها وتصون نفسها ما حد يسمع صوتها ولا حد يعرف اسلوبها ولا مستوى ادراكها، كل ما كانت قيمتها بالافاق عاليه ثمينه قيمه. اسال الله ان الله يهديني انا وياك، قولي امين. آمين. عندك مشكلة معينة بالبنك مستعد أحل لهم طبعا. ليش؟ لأنه أنتم كلكم مشاكل في البنك، وضعكم منهار جدا. ليش؟ ما بني على باطل هو باطل، بنوككم تقوم على الربا والعياذ بالله، فطبيعي أنكم تصيروا متبعجين وحالتكم حالة تتصلون على بالقايلة تبون يفزع لكم. أستاذ محمد، العرض حاليا بخصوص التمويل الإسلامي، حاليا البنك مخفض نسبة الأرباح. عفوا أستاذ محمد، أنا حابة أقدم لك العرض، حاب تسمع العرض بخصوص التمويل؟ تفضلي يا أخت هاني، إنه إيش عندنا إلا نسمع. أستاذ، على حسب راتبك راح يكون مبلغ التمويل 46,000 ريال. أيوة. والقسط الشهري 944. يا أخت هاني صحوتونا سويتوا بنسوات ما يعلم بها إلا الله. يا أخت هاني، اتصالك بحد ذاته بمثابة القصف على الفرد عشان تتصلين تلقينه مستوي. لو تقولون له قرض مليون وتسدوا 10 مليون قال هاتوا. أخت هاني، تفضل أستاذ محمد. عطي البطاقة اللي عطاك تدعي على مكتبهم، وخذي عباتك تستري واتجهي لبيت أهلك وقولي أبرأ إلى الله من هذا النظام ومن هذا الاقتصاد ومن هؤلاء القوم. اسمعيني والله اني نصح لك، ويوم القيامه لو وقفنا امام الله ان شاء الله تقولين جزاك الله خير نصحتن. انا والله اقدم لك عرض ازين من العرض اللي تقدمينه، تقولين لي 46,000، انا بقدم لك عرض ب 46 مليار حسنه بامر الله، وقد تضاعف الى اضعاف واضعاف. هناك الفوز العظيم وهناك الخساره العظيمه، جنه ام نار. أخت هاني، ما في رجل يقبل إن زوجته تتحدث مع رجل. أنت الآن طموح أي مرأة إنها تكون أم وزوجة وتكون أساس لهذا المجتمع فردا وعائلة وأمة. كيف أخت هاني يقبل زوجك إنه أنت تطلعين معه وتقولي والله اليوم أنا اتصلت على 10 رجال أقنعهم بمشاريع معينة؟ أين رجولته؟ أين غيرته؟ أخت هاني، أنت ما راح تقبلي برجل زيوت قدر ما له قيمة ما يغار عليك ويقبل إنك تتحدثين مع أي رجل. أخت هاني. أستاذ محمد عفوا، أنا اتصالي في حدود العمل. ما في عمل، الاختلاط كله حرام. المرأة صوتك عورة إلا عند ضرورة، معي ولا لا؟ أنت الآن تتكلمين معي، هذا باب فتح لمجرد أن يكون بيننا تحاور. الإنسان ضعيف، أنا نفسي كرجل مهما كان إيماني لمجرد أسمع المرأة اللبقة الناضجة عقلا شدني، وانت نفس الشيء. نحن بشر، عاطفتنا وهو صراع بين الفكر والعاطفة، النفس والنفس أمارة بالسوء يا أخت هاني. لذلك يا زينك لا منك حفظتي نفسك ورحت لبيت أهلك وقلتي أنا ما أطلع إلا بالضرورة، ولا أطلع إلا بمحرم، ولا أخاطب أي رجل لا ليس بمحرم لي، يعني ولا أتحدث إلا في أمر من منطلق قال الله وقال رسوله. وضعك دمار أخت هاني، وهو ناويين يدمرونك. وانت ليش يدمرونك؟ لا لشيء إلا لأنك مسلم. مكالمة أتمنى إن كل امرأة تسمع المكالمة دي، وكل راجل برضه متزوج وكل أب عنده بنات يسمع المكالمة دي. مكالمة فعلا رهيبة. بس سامحوني يا جماعة، أنا معرفتش أشيل الموسيقى من المكالمة
لكن صراحة في الصميم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.